ما تكوني شخص الاشي الوحيد اللي بيعرفه في الدنيا هي ترندات التيك توك. لا. هاي صحباتي الحلوات، طبعا خلص من يوم وطالع انا سميتكم صحباتي الحلوات. ليه؟ لانكم صحباتي ولانكم حلوات، يعني واضحه. أنا كتير 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 شكرا على كل الحب اللي بتورجوني اياه، على كومنتاتكم على اخر كم فيديو. حابه اعرض لكم بالشاشه كم كومنت هيك انا حبيتهم. بحب اقول لكم اني بحبكم كتير. طبعا كيف تعرفوا ان انا مواليد ال90 من هذا القلب. بحبكم كتير للاجيال الثانيه. المهم اليوم جاي احكي لكم على اسرار يمكن ما حد قال لك عنها قبل هيك، بس انا رح احكي لك عنها. خلونا نبلش باول سر. النصيحه الاولى اللي رح اخبرك فيها انه لازم تتعلمي تحكي كلمه لا. بعرف لسه في بنات بتخاف تحكي لا، لانه انا كنت كمان بخاف احكي لا وغيري كان بيخاف يحكي لا. بس اول مره رح تحكي فيها لا صدقيني رح ترتاحي، رح تحسي انه هاد حقك اصلا. اول مره حكيت فيها لا حسيت حالي رايحه على امتحان رياضيات، حتى اصعب كتير متوتره، كان قلبي بيدق ان انا كيف رح احكي للشخص اللي قدامي على طلبه لا. بس كنت مضطره احكي لا لانه كان لازم اختار نفسي. لو ما حكيت لا بهداك الوقت كان ما اخترت نفسي. ليه اوصل لهي المرحله باني اظلم نفسي لما حتى شخص يطلب مني شغله انا شايفه انه هذا الطلب ما بيناسبني وما بدي اعمله، فمن حقي اني ارفض واحكي لا. فانت كمان تعلمي انك ترفضي وتعلمي انك تحكي لا. اول مره هتكون صعبه بس صدقيني بعد هيك تصيري تستسهلي كلمه لا وهتنبسطي، لانه انت بتحسي انك اخترتي نفسك، انت قاعده بتعملي اشي لنفسك مش للناس. حكيت لكم اياها من قبل وهرجع احكيها، انه احنا بنعيش عشاننا احنا مش عشان الناس. فهاي الشغله ضلك دايما متذكراها، انا ليه عايشه حياتي لمين؟ لنفسي. لهيك لازم اعمل كل شيء لنفسي مش للناس. اوكي انا هساعد الناس، بس لو كان في طلب معين الناس طلبته مني انا ما بقدر اعمله وما بدي اعمله وما بيريحني، فحقك انه تقولي لا. مش لازم كل مره تقبلي. اذا انت ولا مره حكيتي لا في حياتك واجاكي موقف وبدك تقولي لا، الطريقه بسيطه، تسمي وقولي لا ما بيناسبني. كوني واثقه وما تبرري كثير. لما تحكي لا لا تبرري. ليه؟ لانه حقك هذا، مش اشي انه انت غلطانه لما حكيتي لا. انت ما غلطتي لما حكيتي لا، انت حكيتي لا لانه هذا الاشي حقك. اذا انت من الاشخاص اللي ما بتقدري تقولي لا في نفس الموقف وفي وقته، فممكن هذا الحل يساعدك انه انت تاجلي الرد، انه انت تقولي اعطيني شويه وقت رح افكر وارد لك. فبهي الطريقه انت ما رفضتي بشكل دايركت، بس اعطيتي مساحه انه انت هتقولي لا وهترفضي. ممكن هذا الشخص يفهم انك هترفضي، او اذا ما فهم فانت زي تمهيد لكلمه لا، انه انت ما حكيتيها مره واحده فبيكون الموضوع عليكي اسهل. فلا تستحيل انك تحكي لا، ولا تخجلي انك تحكي لا، ولا تخافي انك تحكي لا. السر الثاني يكون عندكم استقلال مادي. لما تكوني مستقله ماديا شعورك كثير حلو. ما بنسى شعور اول مره جمعت فيها مبلغ كانت من فلوسي انا، فحسيت انه انا وزيره. احساس انه انا خلص انا كبرت، انا معتمده على نفسي، انا بقدر اشتري الاشي اللي انا بدي اياه. اوكي اهلي هيجيبوا لي اياه، بس انه شعوري اني انا اشتري الاشي اللي انا بدي اياه من فلوسي انا غير. سواء كنت بعمر صغير او بعمر كبير، في مرحلة من المراحل يعني حلو انك تكوني انت معتمدة على نفسك ماديا. اوكي ممكن تبدي تاخدي كورسات، تاخدي دورات اونلاين، من هاي الدورات تقدري تعملي شغل او تشتغلي فريلانس. مواقع الفريلانسر كتيرة بكل المهارات، فانت ايش ما في عندك مهارة بتقدري تشتغلي فيها عن طريق النت وتكسبي فلوس وانت قاعدة بالبيت. وكمان ممكن تبدي تفتحي مشروع صغير. كتير 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 في مشاريع صغيرة ناجحة. موضوع المشاريع كيف انه الناس بتحط مجهودها بمشروع معين، مشروع صغير، هذا المشروع بيكبر. ممكن هذا المشروع يكون هو مصدر دخلك، او هو الاشي اللي انت بتعرفي في حالك فيه للناس انه انا عملت هيك، هذا انجازي. فشعور انك تكوني مستقلة ماديا وبتشتغلي على نفسك ومعتمدة على نفسك كتير حلو. جربوا لو مرة تشتغلوا وطلعوا فلوس من تعبكم، تحسوا يمكن بعد هذا الشعور انه انتم ما بدكم تضلوا معتمدين على حدا من ناحية الفلوس. ممكن انه خلص انتم تحبوا هذا الشعور انه انا بدي اكون مستقلة ماديا. فشعور الاستقلال المادي شعور حلو، شعور انك تشتغلي وتعتمد على نفسك كمان شعور حلو. النصيحة الثالثة، تعليمك هو اغلى استثمار. انا بهاي النقطة ما بحكي بس عن الشهادات، انا بحكي عن التعليم بشكل عام. انك تكوني شخص متعلم، شخص مثقف، شخص لما حدا بيحكي معاكي بتقدري انك تناقشي وتتحاوري بهذا الموضوع، لانه في عندك اشياء انت قارئه عنها، اشياء انت متعلمه فيها، مهارات انت بتعرفيها. ما تكوني شخص الاشي الوحيد اللي بيعرفه في الدنيا هي ترندات التيك توك. لا، كوني شخص منفتح مثقف، بيقرا اشياء، بيتعلم اشياء، عنده مهارات بيتعلمها. النت يعني عبارة عن كنز، قدامك كنز مفتوح. انت فيك تتعلمي اي شيء موجود بالحياة. فيك تتعلمي لغات، فيك تتعلمي برمجة، فيك تتعلمي تسويق. يعني انا بدي احكي لكم انا عن نفسي قد ايه الانترنت فادني وقد ايه تعلمت اشياء.
طبعا انا شهادتي انتم بتعرفوا في مجال طب الاسنان، بس حبيت اني اعمل مشروع صغير لإلي. عشان اعمل هذا المشروع كان لازم اتعلم كتير اشياء. من وين تعلمت هاي الاشياء؟ تعلمتها من النت. كان لازم اتعلم كيف الشنط بتنصنع، المواد والماتيريال اللي منيحه يلي بقدر اعمل منها شنطه، شو لازم استخدم في هاي الشنطه، شو الديزاينات اللي ممكن اعمل فيها الشنطه، كيف بقدر اسوق لهذا المشروع، كيف بقدر اني اكبر هذا البراند، كيف بقدر اعمل براند، كيف بقدر اعمل لوجو. تخيلوا انه كل هاي الاشياء بس تعلمتها من الانترنت. خصصي وقت من يومك تقرأي فيه كتب، خصصي وقت من يومك انك تتعلمي فيه مهارات جديدة، خصصي وقت من يومك انك تتعلمي فيه شيء جديد. ما تخلي بس كل وقتك رايح على التيك توك وعلى الانترنت وعلى الاشياء هاي الفاضية. صدقيني ما هتفيدك. وكمان شغلة أنا دايما 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 بخاف وبفكر فيها، إنه ربنا هيسألني عن وقتي أنا شو عملت فيه. النصيحة الرابعة، لا تسمحي لحد بإنه هو اللي يحدد قيمتك. أكيد راح تقابلي ناس أو تحكي لك كلام أو تسمعك كلام حتى لو كانت قاصدة أو مش قاصدة، بإنه تقول لك مثلا أنت مش قد هاي الشغلة، أو أنت مش مناسبة لهذا المكان، أو إنه تحاول تحكي لك كلام تحبط منك وتقلل من قيمتك. فصدقيني مش الشخص هو اللي بيحدد شو هي قيمتك ومين أنت، ولا هو الشخص يلي راح يعرف شو هي سقف إمكانياتك. فأنت هو الشخص الوحيد يلي بيعرف مين هو، وأنت الشخص الوحيد اللي لازم يكون واثق بنفسه وواثق بإمكانياته وقدراته. فلهيك لما حدا يجي يقولك أنت مش قد هاي الشغلة فبتسمي بس اسكتي، بس جواكي احكي له انا راح اورجيك مين اللي قد هاي الشغله، وبعد هيك اشتغلي على نفسك. او حتى يعني ممكن انت فعليا تكوني قد هاي الشغله بس هو لسه ما شاف بعيونه. النصيحه الخامسه والاخيره، كوني صديقه نفسك. انت الوحيده اللي هترافقي حالك من اول حياتك لاخر حياتك. فلهيك ليه ما تكوني انت اعز صديقه لنفسك؟ اوكي في عندك اصحاب وهيمر عليك اصحاب وهتصاحبي ناس، بس مين الشخص او مين الحد اللي هيضل معاك من اول ما تعيش لحد ما تموتي؟ انت. فلهيك انت لازم تكون اعز صديقه لنفسك. لهيك اعرفي كيف تدللي لنفسك، كيف تختاري لنفسك الاشياء اللي بتسعدها، كيف انه تكوني انت صديقه نفسك عن جد مش بس مجرد حكي. حاولي انه دايما تخصصي يوم من وقتك انه تسالي حالك فيه كيف حالك اليوم. سؤال بسيط وسهل بس بيحتاج انه تسألي حالك. لازم تسألي حالك انه انت كيف حالك اليوم، انت منيحة مش منيحة، شو صار معك اليوم، ليه انت مش منيحة، او اذا انت مبسوطة انت ليه مبسوطة. لازم يكون في هذا الكونكت ما بينك وما بين نفسك، انه لحتى تفهمي نفسك اكتر. زي ما انت بتسألي عن اصحابك اسألي عن نفسك. نفسك اهم بالسؤال من كل الناس. فلهيك اسألي عن نفسك واعرفي هي كيف هاليوم، كيف مرت اليوم، شو الظروف اللي مرت فيها. في قبل هيك حكينا عن دفتر الامتنان، نفس الدفتر تبع الجورنالينج والامتنان. ممكن تخصصي هيك 5 دقائق قبل النوم تسألي في حالك هذا السؤال وتبدي تكتبي. طبعا الكتابة بتخليك تطلعي كل إشي جواتك. فلهيك دايما قبل النوم حاولي تسألي حالك هذا السؤال وتكتبي لحتى تعرفي اكثر عن نفسك، تفهمي نفسك اكثر، تعرفي شو الاشياء اللي بتزعلك، شو الاشياء اللي بتبسطك. بهاي الطريقه انت هتفهمي نفسك اكثر وهتدلليها وتحبيها. ثاني شغله لحتى تزيدي من حبك لنفسك وعلاقتك مع نفسك، دللي نفسك باشياء بتحبيها. يعني مثلا انا شخص بيحب اني اشرب قهوه، فبحب اني اخصص خلاص هذا وقت من يومي اني انا اشرب فيها القهوه برواق، بدون ما اعذب نفسي، بدون ما اقعد افكر بكل الاشغال اللي موجوده بالحياه او كل الاشياء اللي بتصير في الحياه. خلص انا بس هاي الوقت انا بدي اشرب فيه كاسه القهوه، لان انا بحب القهوه بدون ما يكون في افكار، بدون ما يكون في ستريس، بدون ما يكون في حاجه. هاي شغله. ثاني شغله وانا كتير 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 بعملها لهي الشغله، دايما بحب اكافئ نفسي بهدايا. يعني مثلا نجحت باختبار مهم بروح وبشتري لحالي هديه، وصلت لهدف انا من زمان بدي اياه بروح وبكافئ نفسي حتى لو كانت مكافاه صغيره، مثلا زي اني اروح اتمشى، اني اروح اشرب قهوه، اني اعمل لي طبخه، اي حاجه. دايما 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 احتفلي باي انجاز ونجاح صغير انت عملتيه. دايما لا تنسي تحتفلي، لا تنسي انك تكافئي نفسك على اي شيء صغير بتعمله. وصلنا لفقرة تحدي الاسبوع. طبعا فقرة تحدي الاسبوع هاي انا ليه بحب اعتمدها وليه بضيفها على كل فيديو؟ لانه ما بحب انه هاي النصايح اللي احنا بنسمعها تكون مجرد فيديو سمعناه وخلص انتهى. لا، انا حابة انه هذا الفيديو بعد ما تسمعوه انكم تحاولوا تطبقوا حتى لو جزء بسيط منه بحياتكم. عادة واحدة صغيرة انت تبنيها هذا الشهر وكمان عادة الشهر الجاي، فخلال 6 شهور راح تلاحظي حالك انه انت بنيتي بنفسك عادات كتير انت ما كنتي ممكن تبنيها لو انت ما مارستي تحدي صغير او اشي صغير. فلهيك انا حابة انه انا
اكون سبب انه احنا نتغير سوا، انه انا اتغير وانتوا تتغيروا من خلال هاي التحديات البسيطه اللي هي الاشي اللي انا بطلبه منك ما بيكون كتير، بس انا متاكده انه على المدى البعيد هذا الاشي اللي انت بتعمليه رح يغير كتير 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 من شخصيتك. تحدي الاسبوع في تحدي قوي، تحدي صغير شوي. التحدي الكبير والقوي انه احنا نتعلم نحكي لا. اول ما يجينا طلب احنا ما بدنا نعمله، طبعا هذا يعني التحدي ممكن ما يكون باسبوع، ممكن يكون خلال شهر. لما يجيكي طلب، حد يطلب منك طلب انت ما بدك تعملي هذا الطلب، ما بيناسبك، حد طلب منك شغله وانت ما بدك تعمليها، اتعلمي انك تقولي لا زي ما حكيت لك. احكي لا لهذا الطلب ودوني شعورك بهذيك اللحظه اللي انت حكيتي فيها لا، وتعالي احكي لي وقتها شو كان شعورك لما حكيتي لا لاول مره. هاي شغله. التحدي الثاني تحدي صغير، انه رح نصير نوفر من مصروفنا او من راتبنا مبلغ بسيط، يعني ممكن 10 ريال، وبعد هيك هذا المبلغ نشتري فيه حاجة احنا بنحبها لحتى نسعد حالنا. هذا الاشي هيخليك تتعودي على انه انت تصيري تكافئي نفسك حتى لو باشي بسيط. بتبدأ باشي بسيط اولها، بعدين بتصير تكبر 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 زي ما هيك صارت معي. هذا الاشي لما انت تهدي نفسك هتحبي نفسك اكتر وهتكوني صديقة نفسك اكتر. اكيد احنا بنهدي اصدقائنا، فليه ما نهدي حالنا اللي هو احنا الاعز صديق لنفسنا. اوكي، وهلا نجي للفقرة المفضلة عندكم وهي فيلم الاسبوع. فيلم الاسبوع ممتع، هو إنتاج سنة 2009. بحس إنه الأفلام القديمة صايرة أحلى من الأفلام الجديدة صراحة. بحس هذا الزمن حلو، حتى أحيانا بحضر أفلام من قبل بس خايفة أقترح لكم منهم ما يعجبكم. قولوا لي إذا بتحبوا يعني الأفلام القديمة ولا بتحبوا الأفلام الجديدة أكتر. فالمهم إنه فيلم اليوم هو من إصدار 2009 بس كتير بيجنن بنات، اسمه جولي أند جوليا. هلا بيحكي عن امرأتين بيكون في عندهم وقت فراغ كتير وروتين في حياتهم وحياتهم كتير مملة، بيحبوا انهم يتعلموا اشي جديد ومهارة جديدة في حياتهم، بيصيروا يشاركوا تجاربهم للناس. فاذا انت حابة تتعلمي مهارة جديدة وحابة انك تبدي بطريق جديد وتجربة جديدة، فبنصحك انه تشوفي هذا الفيلم، لانه رح يلهمك انه تبلشي في هذا الاشي وتشوفي انه انت رح تنجحي فيه وما تستسلمي ابدا. فبس ما رح احرق عليكم الفيلم كالعادة، هذا هو المختصر عن هذا الفيلم. بنصحكم تحضروه، وكمان احكوا لي اذا انتم بتحبوا الافلام الجديدة ولا القديمة اكتر، لانه في عندي صراحة اقتراحات من افلام قديمة، فما بعرف اذا انتم ممكن تكونوا بتحبوا هاي الاشياء او لا. لهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، وما تنسي انك تشتركي بالقناة لحتى نوصل لكل البنات الحلوات. واذا ما عجبك الفيديو كمان اشتركي بالقناة، لانه بالفيديوهات الجاية هيكون في شغلات احلى. بحبكم كلكم، اشوفكم على الفيديو الجاي. باي يا حلوات.